الاوردر ده اتطلب مني نص الليل، اقول للرزق لا؟ يبقى حرام عليا. قمت وهميت وعملت احلى طبق ممبار زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، وكمان احلى طبق بفتيك او بانيه زي ما تحبوا وتسموه. اول حاجه بس كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اول رجب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هنا بقى خشوا عليا كده وتعالوا نشوف عملنا ايه والاوردر ده كان لمين. طبعا زي ما انتم شايفين كده لون الرز تحفة، لون الفراخ والممبار ذهبي، الممبار طالع طري وجميل جدا، والرز بتاعه تحفة تحفة. تشكيلة كده من المحاشي. انا معايا الممبار بتاعي جبته وغسلته كويس جدا ونضفته جدا من المادة اللزجة اللي فيه، وبعدين نقعته على في ملح وليمون ودقيق بصي ملحي زي ما انت عايزة بس بلاش الخل، لانه بيثبت الريحة جدا فيه. وبعدين ايه سبته ليلة كاملة منقوع، وبعدين قمت تاني يوم قلبته زي ما انتوا شايفين كده وغيرت المية ديت وسبته على الجنب التاني. طبعا في فرق بين البلدي واللي مش بلدي. البلدي بيكون فيه دهون كده، طبعا انت ممكن تشيليها لو هي دهون زيادة او لو فيها حاجة مش نظيفة. انا معاكم اهو بالفيديو بقلبه واحدة واحدة عشان لو في اي اخت كده من اخواتي الصغننين طبعا لسه ايه بتهيب انها تعمل الممبار او تشتريه، ودلوقتي انت بتجيبيه من عند الجزار وممكن تخليه ينضفهولك او يشيلك الطبقة اللزجة قوي اللي هي فيه، وبعدين انتي تتممي عليه تاني في البيت. انا عملت كده بصراحه، خليته شايل الطبقه اللزجه قوي دي، وبعدين لما روحت البيت عملت انا ايه اعاده على تنظيفه. ونقعته زي ما قلت لكم في كل مره. انقعي يعني الممبار يعني نقعيه. الممبار ما بيتجابش ويتعمل وقتها، لا يتنضف ويتنقع كويس يوم واتنين. طبعا بتنقعيه وتدخليه التلاجة وتطلعيه تاني. هنا بقى بصوا زي ما انتم شايفين كده ابيض زي الفل. كل شويه اقعد اغسل في ايدي. انا واخده الفيديو ده بروتينه بمواعينه بمطبخه بكل حاجه من الالف للياء. بصوا هنا تقريبا يعني دي الفيديو ده مثلا متصور على مرتين بسبب انه غسيل الممبار في وحده وتنظيفه وكل شويه يغير عليه الميه بتاعته لحد ما بقى فله شمعه منوره زي ما انتم شايفين قدامكم كده. هبدأ بقى ان انا اقصقصه على قد او اقطعه على قد ما انا هحشيه. ممكن تحشي الممبرايه بحجمها الكبير، وممكن ايه تقطعيه ايه احجام صغيره. بصوا انا هنا في حسيت فيه حته دهنه كبيره قوي كده قمت شايلاها. لو في مثلا اي حاجه في الدهنه دي برضو بتقصيها كده بالمقص عشان خاطر ايه ما تقطعيش الممبار بتاعك او تهلهلي. وانا بقطعه على قد ما انا عايزه، تقدري تخليه كبير صغير زي ما تحبي. انا عاملاه وسط عشان لو في اطفال ولا حاجه الطفل بياخد الواحده ما بيقدرش يكملها. فايه احنا مع بعض كده ماشيين خطوه خطوه. قطعته كله اهو. انا ابتديت باصعب حاجه. لما يكون عندك عزومه او مطلوب منك حاجه وهتعمليها ابتدي بالاصعب. ايه الحاجات اللي عايزه تتغسل وتتنقع اغسليها ونقعيها. تاني حاجه دخلت عليها وكانت الصلصه بتاعتي. صلصه المحشي بالنسبه لي ما فيهاش افتكاسات وما بستخدمش فيها توابل كتير، سواء محشي الكرنب محشي الكوسه محشي ورق العنب محشي الممبار. بحب احس بطعم كل حاجه. انا باكل كرنب الكرنب اللي طاغي، باكل ورق عنب ورق العنب اللي طاغي على الطعم، الكوسه البتنجان الممبار. هنا حطيت ايه 3 بصلات كبار كده في معلقه سمنه ومعلقه وشويه زيت، وهتتك كده لحد ما خدوا اللون الاصفر زي ما شفتوا قدامكم. كنت ضاربه الطماطم بتاعتي حطيتها عليها، وقمت عززت اللون بكيسين من الصلصه، وحطيت قرن فلفل. وبعدين بقى جيت نقيت الخضره بتاعتي كده وغسلتها تمام التمام وسبتها تتصفى عشان اقطعها واحده واحده. زي ما بقولك لما يكون عندك عزومه ابتدي بالاصعب فالاسهل فالاسهل. يعني ما اروحش اعمل مثلا طبق سلطه وانا لسه حاجات، لا خدي الحاجات اللي على الحوض جهزيها كلها مره واحده. لو بتغسلي فراخ لو بتغسلي اي حاجه. هنا عملت الصلصه، وبعدين كان مطلوب برضو جنب الممبار فراخ بانيه. فرحت جبت كنت برضو جايباها وغسلاها ونقعاها، وهنا كنت بشطفها من النقعه بتاعتها اللي هي برضو ملح وليمون، وكمان ممكن جنزبيل شويه دقيق بيضيفوا يعني بيخلوا الحاجه كده تبقى لونها ابيض ورايق. وهبدا احط تتبيله البانيه. انا مع الممبار مش عايزه البانيه بتاعي متبل تتبيله اوفر، يعني مش عايزه فيه كميه توابل كتيره برضو، انا عايزه احس بطعم الفراخ طعم الممبار. حطيت بيضه وشويه لبن ومعلقه بابريكا ومعلقه بصل بودره وثوم بودره وملح وفلفل اسود، ورشه صغيره جدا من الجنزبيل. تقدري تستبدليها بقرفه. الجنزبيل القرفه الحاجات دي بتبقى برضو عشان سنس الزفاره. وهنا مش هحط خل. وقبل كده كنت عامله فيديو معاكم البانيه المنقوع في اللبن، طعمه وطريانه وتحفه في كل حاجه. وافضل حاجه انا عملته اهو بايدي كده علشان خاطر ايه عايزاها تتنغنغ. انا لا حطيت توم ولا خل ولا بصل ولا اي حاجه من دي.
وركنت الفراخ بتاعتي على جنب وغسلت الرز لان كانت الصلصه بتاعتي خلصت. غسلت الرز بتاعي ونزلت عليه بالخضره. بص التركه دي بقى بتاعت ستي وستك. ستي وستك كانوا بيعملوا الاكل بيقولوا ايه، الني، يعني ني في ني، يحطوا البصل ني والثوم ني والحاجات دي ني. انا هنا لا، انا ما استخدمتش ثوم وما بستخدمش ثوم في المحشي بتاعي خالص. انا بعد ما حطيت الرز والخضره حطيت عليهم قرن فلفل حراق كده، بس ايه سنس كده، خرطته، وبعدين ايه جبت طماطمايه بشرتها وبصلايه زي ما هما كده هحطهم نيين على الصلصه. ما انت عامله تسبيكه ليه عملتي الحته دي؟ بتعلي قوي في التيست وبتعلي في الطعم وبتعلي في الريحه في كل حاجه. وبعدين هضيف كمان، هظبط الملح بتاعي والفلفل الاسود. انا برضو بحب قوي احط رشه فلفل اسود على الخضره والرز قبل ما احط الصلصه، لو جربتيها هتشمي ريحه خياليه. وبعدين حطيت رشه كزبره ناشفه وخلاص على كده، ولا كمون ولا اي حاجه تانية. وبصوا لون الصلصه بتاعي رايق. انا طبعا بحط الصلصه تدريجيا على كميه الرز عشان ما اهدرش في الصلصه كتير. هو عامه كميه الصلصه اللي كنت عاملاها كانت على قد الرز، ولكن برضو الواحد لازم يعمل الحاجه واحده واحده. بصوا احنا كل ده بدأنا بالأصعب، نضفنا ممبار ونقعناه كويس، دخلنا على الصلصة عملناها، سيبنا الصلصة بتتسبك ورحنا تبلنا البانيه وركناه على جنب، حضرنا الرز وقطعنا الخضرة وابتدينا نخلط الخلطة بتاعتي كلها مع بعض، وهنبدأ نحشي الممبار. طب انا ما بعرفش احشي الممبار وبعتمد على ماما في حشيه وي لا، جربيه بس كده هتلاقيه سهل خالص. هوريكي طريقة امي انا بقى في حشي الممبار. تاخد شوية رز كده على جنب، بتحشي حمام، بتحشي ممبار، بتحشي اي حاجة يعني فراخ او كده، وعامله لها خلطه وعامله لها رز. ما تحطيش الفراخ او الممبار في خلطه الرز بتاعتك كلها، لا، خدي شويه على قد واحشي في طبق، وبعدين كل ما تخلصيهم زوديهم تدريجيا عشان ما تخدريش الحاجه. لو اتبقت معاكي الحاجه تقدري تستخدميها في حاجه تانية. الممبار بتاعي مصفيه من الميه كويس جدا جدا. بصوا تقريبا ما بياخدش معايا وقت خالص. بصوا يعني امي انا بتحشيه بالطريقه دي. كنت زمان اقول لها لا صعبه يا ماما، ممكن استخدم قمع او طلعت انها اسهل طريقه. الممبار تقدري تحشيه بغطاء ازازه، هتقطعي كده بوز الازازه وتروحي حاطاه في قلبها وتحشي. هتقدري تحشيه بالاقماع اللي احنا بنصفي بيها الزيت والحاجات دي. هتقدري تحشيه بايدك. الممبار دلوقتي بيتحشى بطرق كتير، وطبعا غير انه في مكنه مخصوصه بتحشي الممبار زي مكنه الصدق كده او السجق. هنا بقى بصوا ماشيه معاكم واحده واحده كده. طبعا ده مش اوردر ولا حاجه، جايلي من بره. انا جوزي طلب انه عايز ياكل ممبار وكمان معاه فراخ بانيه، فقلت له ممبار وفراخ يعني اختار حاجه. قال لي لا، هو انا عايز كده، انا عايز الاكل قدامي كده. وعملت له والحمد لله بالف هنا وشفا على قلبه. طلع شويه ممبار زي العسل والله، مش شهاده فيهم. طعمهم حلو قوي. خدوا بالكم انتوا بتشتروا الممبار، لان في دلوقتي ممبار مش بلدي. وكمان في ممبار ما تشتريهوش متنضف. اقفي انتي على ايد الراجل وهو بينضفه، لان هما دلوقتي بينضفوا بمواد كيميائيه وبيحطوا جير في الميه وحاجات كده، وربنا يصلح حال الجميع يعني. انما انتي لازم تكوني، لو حتى اشتريتيه متنضف لازم يكوني جزار، في تعامل ما بينك وما بينه، في ثقه، انتي زبونته بمعنى اصح. انا اشتريته ووزنته وبعدين قلت له نضفهولي، وده الامن ليا عشان ابقى عارفه. شفت هو بينضفه بايديه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. الكميه بتاعتي خلصت تقريبا، كانت كيلو وربع من الممبار. اخدت قد ايه رز؟ انا عملت تقريبا 2 كيلو من الرز، هو اتبقى لي اقل من نص كيلو. تمام كده. واحده واحده بقى. لو انت بقى لسه كده بقى في بدايه جوازك واتحطيتي في زنقه، لا ما تتضايقيش وما تزعليش. قومي بسرعه كده وهمي على الحاجه، ابدأي بالصعب ثم السهل. لو انا طبعا بتلخبط، في ناس لما بتقف في المطبخ ما بتبقاش مثلا معتاده على وقفه المطبخ، تقف في المطبخ بتبقى متوتره. هاتي ورقه وقلم واكتبي الخطوات اللي انت هتعمليها، اكتبي الاكلات وقولي هبدأ بكذا 1 2 3، الخطوه الثانيه هعمل كذا، خلص الحاجات اللي على الحوض، بعدين ادخل على البوتاجاز الحاجات الاصعب اللي بتاخد وقت، بعدين مثلا الحاجات اللي بتتحشي. ترتيبيا هتلاقي نفسك عملتي احلى عزومه في وقت قليل بمجهود قليل وانتي هاديه وراسيه. هنا بقى كنت حطيت الميه بتاعتي كده على النار، واول ما غليت او قامت تغلي حطيت فيها بصلايه ورقتين من اللورا ورشه صغيره من الحبهان. حابه تحطيهم حطيهم، مش حابه خلاص. بس انا حطيتهم لان انا مش مبهره الرز بهارات اوفر ولا حاطه كميه بهارات كتير. انا حاطه ملح وفلفل اسود ورشه كزبره.
وبدات بقى ايه، بصوا كده انضفها كويس من الرز وانزلها في الحله بتاعتي. كنت في حته بوريكم بقول لكم زمان ماما كانت تقول لي امسكيها من الحرفين واعمليها كده علشان خاطر ايه، لما تقفش على الرز يعني ما تحطهاش. كبرنا وبقينا بنعمل الحاجات اسرع، وبقينا ايدينا اخده على الحاجات. طبيعي اول مره عملته مش زي ما عملته مثلا اخر مره. كل مره بتعملي الحاجه بتلاقي نفسك بتتقدمي فيها. كل مره بتعمليها مثلا بطريقه ماما، المره الجايه بتحطي الخلطه بتاعتك، بتضيفي الحته بتاعتك. كل واحد فينا شاطر في حتته، او كل واحد فينا بيبدع في الحاجه بتاعته. المهم ان كل حاجه تعمليها بحب. حبي الحاجه اللي بتعمليها لجوزك وولادك، هتطلع هي كمان حلوه، حلوه في عيونك وحلوه في عيونهم. ما تقوليش يوه طلباتهم ما بتخلص، لا، حبي الحاجات بجد، هم كمان الحاجات هتحبك. حبي المطبخ هيحبك. هنا بقى بصوا حطيته كانت بقى معايا كام واحده، عشان ما ملاش الحله قوي وتفور بقى وبهدل الدنيا، لا قلت خليكوا خدوا انتوا دور تاني. ورحت على الرخام على الحوض بتاعي وقمت مشطبه شويه المواعين اللي اتبقوا مني. مش مواعين كتير لان انا تلقائيا وانا واقفه في المطبخ مسستمه اموري. اللي يتوسخ اروح اغسله، اللي يتوسخ عادي. مش ما بلاش حته ان انت تروحي راميه كله في الحوض في الحوض في الحوض وبعدين تيجي تلاقي التل دي مواعين كتير. لا، لو انت كده الحاجه اللي اتوسخت اخدتيها على ايدك، حطيتي طبق جنبك كده وحطيتي فيه المعلقه اللي بتقلبي بيها، السكينه اللي بتستخدميها. مثلا هقشر بصل واخرط واعمل، اروح جايبه كيسه وحاطه فيها مثلا تنظيف الخضره، اقشر الحاجه بتاعتي واغسلها واحطها في طبق جنبي، اخد على البوتاجاز على الجاز. هنا بقى خلطه الفيجيتار اللي انا بعملها في البيت، ما بحطش فيجيتار صرف او ما بحطش بقسماط بس. شويه من الدقيق، معلقه عليه يعني كوبايه دقيق عليها معلقه من النشا وشويه ملح وشويه فلفل اسود، ده اساسي كده. وبعدين تقلبي عليهم البقسماط وتجيبي كيسين من الفيجيتار الحار على كيسين من الفيجيتار البارد، ودول اختياري. خلطيهم وعبيهم في برطمان وحطيهم في تلاجتك وانسي. كل ما تحبي تعملي بانيه او ستريبس بتطلعي تعمليهم. الخلطه دي بتنفع في البانيه والستريبس. بصوا انا حطيت فلفل اسود بس عشان انا مكتره الفيجيتار الحار هنا، وعملتهم على كيس كده. انا عندي شويه مثلا اكياس نضاف، فبدل ما اجيب طبق لا انا جبت كيس كده بقلب عليه علشان اضغط عليه كويس بالبتاع، وبعدين بروح لما الكيس بتاعي ورميه على طول في الزباله. يبقى انا كده وفرت وقت ومجهود. بصوا بقى قطعه البانيه كده وانتي انا ما عملتش اي حاجه في البانيه. انا بصوا خدته كده من الخلطه اللي انا عاملاها في طماطمايه. ايوه، انا وانا بعمل كده كانت معايا حته طماطميه قمت حطها عليه، تدي طعم ولون عادي. بصوا تضغطي كده لو في حته مرتفعه عن حته تساويها بكلوه ايدك زي ما بيقولوا. البانيه مش محتاج بقى فستكه يعني، خلاص عملناه، او افتكاسات عملناه وخلاص. بصوا بقى شطبت كل حاجه. البانيه هو وريته لكم وابدا برده اخلص. هنا كان بصوا عمال ما حطيت البانيه في الفيجيتار كان الممبار بتاعي خلص. ودول شويه من الشوربه، انا فضيت شويه قلت يمكن حد يعجبه. هتقولي في حد بيشرب شوربه الممبار؟ ايوه، في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبهاش. انا سبتها لجوزي وولادي، وبعدين لما قالوا لي لا احنا مش عايزينها خدتها رميتها، يعني ما خسرتش حاجه. هبدا بقى هنا، انتوا شفتوا كده الممبار لما طلع والبانيه. وهبدا دلوقتي حطيت الطاسات بتاعتي على النار وحطيت القليه على يعني ساعه الاكل على طول. كان شفتوا جنبكم انتوا كده صينيه مشكل. انا بقى حبه الرز اللي اتبقوا عندي لقيت بتنجانيه في التلاجة، على ربع كيلو فلفل اخضر، كوبي عايز يتحشى. ورحت بعت جايبه كيلو كوسه، حتى ما لقيتش كوسه صغيره زي اللي بحبها، قلت للراجل هات اللي تجيبه. ومسكتهم وقورتهم وعملتهم صينيه محشي مشكل ما كانش تتوصف، تحفه، عسل عسل عسل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ومع الرغي ده كله نسيت اقول لكم بقى ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه للناس اللي مش مشتركه. بحبكم في الله بجد والله، واتمنى منكم دعمكم اكتر من كده، والناس تكون صادقه والنبي يا جماعه في التعامل، لان بجد في ناس كتيره قوي بتزور الفيديو وتمشي 3 ثواني. ما تخشوش احسن. لو انت هتضرني بلاش، ولو انا هضرك برضو بلاش. فيبقى في ثقه ويكون في حب الخير للغير علشان يأتيك. اللي هتحبه لغيرك هيجيلك على طول. بصوا هنا بقى ايه، كنت انا سويت الصينيه اللي هي بتاعه المحشي المشكل الكوسه والبتنجان وحطها في الفرن اخدت وش. احنا بنحب الكوسه والحاجه والفلفل متحمر، في ناس بتحبه مسلوق يعني تستوي وتاكله على طول، كل واحد حسب راحته. وهنا بقى بنقلي كميه البانيه بتاعتي كله، وانتوا شفتوا شكلها في الاول الالوان، اللون ذهبي، الممبار طري ولوبيا، وشفتوا لون الرز من جوه فظيع.
اللون كده بتاعه محمر وطعمه وريحه كل حاجه والله يا جماعه. اول يوم اكلناه فيها، اليوم التاني لما بات، انتوا عارفين ان هو بات متحمر وبعدين سخنته وهو متحمر، قلت بقى انه هينشف او الرز هينشف، طري وجميل وتحفه. معلومه يمكن اكون نسيت اقولها في اول الفيديو، ما تحاوليش انك تملي الممبار قوي بالرز، ما تزورهوش، خليه عنده براح ان الرز يستوي كويس جدا. ده مختلف عن الحمام والفراخ. رز الحمام والفراخ بنكون مسوينه نص تسويه او 3/4 تسويه، في الممبار بنحط الرز ني، لازم نسيب له مساحته اللي ينفش فيها ويستوي فيها كويس. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، زي ما انتم شايفين كده الصور قدامكم حاجه تفرح، بالف هنا وشفا للي اكل منه. بحبكم في الله، وما تنسوش اللايك